ازيكم؟ في يوم كده التلفزيون كله بيقطع برامجه فجأة وبيظهر عليه تحذير طارئ في فيروس جديد ظهر في مطار، والناس اللي اتعدت بقت عنيفة جدا كأنهم خرجوا عن السيطرة. المطار اتحول لحريقة كبيرة والدنيا قلبت نار. بعد شهرين الفيروس انتشر في كل مكان وبقى وباء عالمي. الناس اللي بيجيلهم الفيروس بيتحولوا لحاجة شبه الزومبي، بس بيسموهم المفترسين، كائنات شرسة ووحشية. الحكومات بتحاول تعمل حجر صحي بس الناس بتتظاهر وبتقول المفترسين دول لسه بشر. الجيش بينزل الشارع وبيحاول يرجع ناس بيوتها بالعافية، بس ده بيزود التيم بلة. في عز الفوضى كل القنوات بتفقد الإشارة، وبيجيل واخوها بيتصل بيهم ابوهم الطيار بيقول لهم انه مشغول بيساعد الناس وبيوعدهم ان هم هيبقوا في امان مع امهم. وفجأة بيجي صوت غريب من فوق، فالعيلة بتجري تخرج من البيت بسرعة، وقبل ما يركبوا العربية واحد من المفترسين بيهجم على الام وبيقتلها. ابيجيل بتستخبى تحت العربية وبتتفرج وهي مرعوبة على امها واخوها وهم بيتهاجموا. بيجي صوت سرينة بوليس فالوحش بيهرب، لكن الام اللي اتحولت لمفترس بتكمل وبتقتل ابنها. ابيجيل بتصرخ فالام بتسمعه وبتجري عليها، بس فجأة واحد اسمه كيشيس بيظهر ويضرب الام بالنار وبيخلص عليها. ابيجيل بتعيط وبتحضنه، ولما اخوها بيبتدي يتحول كيشيس بيخليها تقفل عينيها وبيقتله هو كمان. بعد مرور 10 سنين العالم اتحول لأنقاض، الطبيعة سيطرت على المدن والناس بقوا قليلين جدا. في غابة مهجورة ابيجيل بقت مراهقة وكيشيس هو اللي رباها ودربها. الاتنين بيصطادوا وابيجيل بتصوب على غزال وبتسيبه بضربة محترفة، بس كيشيس بيزعق لها وبيقول لها قلتلك اصبري ما تستعجليش في الضرب. بالليل بيخيموا وكيشيس بيتأكد ان كل الفخاخ حوالين الخيمة متوصلة، وفي نص الليل واحد من الفخاخ بيرن فجأة. كيشيس بيصحى متوتر، بيخرج من الخيمة بيلاقي شوية شعر متعلق في السلك، بيسمع صوت جاي من بعيد فبيرجع لحصنه بسرعة وبيجهز سلاحه. فجأة واحد من المفترسين بيهجم، بس كيشيس بيصطاده قبل ما يوصل. اللي هاجم ده غالبا كان كشاف من جماعة المفترسين، فكيشيس بيصحي ابيجيل فورا وبيقرروا يتحركوا من المكان. ايام بتعدي وكيشيس وابيجيل بيكملوا سفرهم، وكل ما بيقفوا كيشيس بيكمل تدريبها. وفي يوم بيلمحوا عربية واقفة، بيطلعوا بسرعة اسلحتهم، بيلاقوا راجل بيضرب نار على واحد من المفترسين وواحد تاني بيهجم عليه من وراه. ابيجيل بتحاول تساعد بس بتضرب بسرعة والطلقة بتسيب الراجل بدل المفترسين. المفترسين بيخلصوا عليه وكيشيس بيخلص عليهم. ابيجيل بتدور على مؤن في العربية وكيشيس بيخلص على الراجل المصاب بالسكينة وبياخد جزمته. الراديو في العربية بيحاول يتواصل مع الراجل وابيجيل بتقول نرد نحذرهم، لكن كيشيس بيقول لها سيبيهم ملناش دعوة. بس فجأة عربيات تاني بتظهر وجماعة من الناجيين بيحوطوهم بالسلاح، بيلاقوا جثة راجل وبيفتكروا ان كيشيس وابيجيل هم اللي قتلوه علشان يسرقوه. الزعيم بتاعهم بيهددهم، لكن كيشيس وابيجيل بيضربوا 2 من الرجالة وبياخدوا سلاحهم بسرعة. الموقف بيتأزم، بس واحدة حامل اسمها ميجان بتطلع تهدي النفوس. وفجأة الدنيا بتتوتر والمفترسين بيظهروا من كل حتة. أول ما المفترسين بيظهروا الكل بيفتح نار بجنون، بيحاولوا يبعدوهم بأي تمن. العدد كبير جدا والمفترسين بيقربوا بسرعة. كيشيس وابيجيل بيسيبوا الأسلحة وبيمسكوا سكاكينهم وبيدخلوا في قتال يدوي، بس الجماعة التانية كانوا بيعرفوا يضربوا بس بالرصاص، فبيقتلوا واحد ورا التاني. واحدة بتحاول تولع مولوتوف لكن مفترس بيهجم عليها قبل ما ترميه، فالإزازة بتقع على العربية وبتنفجر. الانفجار بيطير كيشيس بعيد. واحد من الناجين بيتعض فبيحاول يموت نفسه، بس للأسف الرصاص خلص وبتحول قدامهم. الزعيم بيتهاجم من مفترس ضخم وبيتهز وبيتسحل لحد ما بيموت ببطء. ميجان جوزها ديفيد بيتهاجم هو كمان، بس بيقدر يبعدهم برجله. ابيجيل بتساعدهم يركبوا العربية وكيشيس بيخلص على شوية مفترسين وبيلحقهم وبيجري وراهم، لكن في واحد من المفترسين بيتعلق فوق سقف العربية. كيشيس بيوقف العربية فجأة علشان يقع. ابيجيل بتستغل الفرصة وبتاخد شنطتهم قبل ما يهربوا. المفترس الضخم بيشوف اللي حصل وبيعرف ان هم قتلوا حبيبته، فبيصرخ بصوت عالي من الغيظ. في الطريق ابيجيل بتعد الرصاص وبتكتشف ان اللي معاهم قليل جدا. ميجان بتحكي ان هم كانوا في طريقهم لمستعمرة جنب النهر وانها فاضلها شوية وتولد، بس ابيجيل وكيشيس مش مقتنعين، بيقولوا شافوا مستعمرات كتير قبل كده وكلها وقعت. وفجأة العربية بتبطل، الموتور اتعطل ومفيش حل غير انهم يكملوا على رجليهم. بعد شوية مشي بيوصلوا لبلدة مهجورة وبيتفقوا يباتوا فيها. بيدخلوا مبنى بيتأكدوا انه آمن وبيعملوا معسكر. ميجان بتعرض عليهم اكل، لكن كيشيس وابيجيل بيرفضوا، بياكلوا بس اللي اصطادوه علشان يتفادوا العدوى. ميجان وديفيد بيقولوا ان هم اتكلموا مع المستعمرة بالراديو وان عندهم دكاترة واكل، بس هياخدوا اسبوع يوصلوا ليها، يعني الخطر كبير. ابيجيل بتقرر تقول لهم ان هي وكيشيس رايحين الساحل الغربي علشان يهربوا في الجزر اللي هناك. بالليل كيشيس بيحط الفخاخ وبيطلع خريطة وبيديهم الطريق للمستعمرة، بس بيرفض يروح معاهم. المفترسين هيرجعوا علشان ينتقموا وانا مش هعرضكم للخطر. ابيجيل بتتخانق معاه، بتقول له ساعدهم يمكن المستعمرة دي تكون مختلفة، لكن كيشيس بيرفض مصر على رأيه. في نص الليل المفترسين بيوصلوا للعربية اللي اتعطلت
وبيلاقوا الأثر وبيتابعوا الطريق لحد المدينة اللي فيها الباقيين. في الوقت ده الرجالة مش قادرين يناموا. كيشيس بيقعد مع ديفيد وبيوريه رصاصة دايما شايلها في جيبه، بيقول له لو اتعضيت دي ليا. ديفيد بيطلع سيجارة بدل الرصاصة وبيقول له بص السيجارة دي آخر سيجارة معايا أنقذتها من المفترسين. فبيبدأوا يتقربوا من بعض وبيتكلموا، وكيشيس بيغير رأيه وبيقرر يساعدهم يوصلوا للمستعمرة. الصبح إبيجيل بتسمع صوت، بتنزل تشوف فيه ايه. فجأة مفترس بيهجم عليها، بتضربه بسكينتها وبتقتله، لكن مفترس تاني بيطاردها فوق السلم، بتستخدم شباك مكسور وبترميه منه، بس بتقع هي كمان. كيشيس بيمسكها في آخر لحظة، بس لما الزومبي بيوصلوا بيكونوا خلاص مشيوا. مفترس بيغلط ويدوس على فخ، بينفجر وبيموته. وهم ماشيين إبيجيل بتفتكر إن في مطار مدني قريب أبوها كان سايب فيه طيارة صغيرة. كيشيس بيقول لها لأ، المطار ده فخ وهم أكيد خدوا كل الطيارات، لكن الأغلبية بيقرروا يروحوا هناك. فكيشيس بيوافق. في السكة بيلاقوا عربية جنب مبنى، الراجل اللي فيها مقتول برصاصة. كيشيس بيقول لإبيجيل تدور جوه المبنى، بس ما بيرضاش يريح شوية، حاسس ان في خطر حوالين المكان. إبيجيل بتلاقي شوية قهوة لكن ما بتاخدش بالها من العيلة اللي مستخبية في أوضة. كيشيس بيفتح شنطة العربية، بيلاقي كرسي متحرك وبياخدوه علشان يسهلوا الحركة على ميجان. وبعد ما بيمشوا المفترسين بيوصلوا وبيموتوا العيلة كلها في لحظة. بيوصلوا للمطار بس ما فيش ولا طيارة. ديفيد وكيشيس بيتخانقوا على الخطة، لكن إبيجيل بتقاطعهم لما بتلاقي الهانجر بتاع أبوها، ولحسن الحظ في طيارة فعلا. ديفيد عنده خبرة بالميكانيكا، بيبدأوا يشتغلوا عليها، وكيشيس وإبيجيل بيفتشوا المكان. إبيجيل بتلاقي صورة ليها مع أبوها، بتحطها تاني على الحيطة. وفجأة الزومبي بيوصلوا، الطيارة مش جاهزة، فكيشيس بيبدأ يضرب عليهم نار علشان يشتت انتباههم. وديفيد بيحاول يشغل الطيارة يدوي. إبيجيل بتحاول تطير بيها بس معلوماتها قليلة، الطيارة بطيئة والمفترسين بيقربوا، بس في الآخر بتلاقي الزرار الصح والطيارة بتبتدي تطير. مفترس واحد بيتعلق بباب الطيارة، كيشيس بيضربه بالنار وبيوقعه، واخيرا بيطيروا بعيد، بس الطيارة بتبدأ تتهز وبتخبط في شجر وبتقع. الطيارة بتقع في الغابة لكنها بتهبط على عجلها، وبيفلتوا كلهم بحياتهم بأعجوبة بس بجروح بسيطة. بيلاقوا محطة قطر مهجورة قريبة، وبعد ما بيتأكدوا انها امان بيقرروا يباتوا فيها. كيشيس بيفتح الخريطة وبيحسب السكة، بيكتشف ان هم محتاجين يومين علشان يوصلوا للمستعمرة، فبيقول لهم نقوم بدري الصبح ونكمل. إبيجيل بتعد الرصاص وبتلاقيه قليل جدا. كيشيس وميجان بيقعدوا ياكلوا مع بعض، وميجان بتقول له انها فاكرة مراته. كيشيس بيحكي بحزن كان لازم اقتل عيلتها لما اتعدوا وهي ما استحملتش وانتحرت، وبيحكي كمان عن طفل في بلده اتعض والعضة ما جاتش في شريان فقعد يومين يتحول. في الوقت ده ديفيد بيروح مكان لوحده، بيبص على رجله اللي اتضح انها متعضة مش ملوية زي ما قال. بيمسك المسدس وبيحضر نفسه علشان ينهيها بس ما بيقدرش، ايده بتترعش وبيسيب السلاح. وفي الطريق بيلاقوا بيت منور، بيقربوا وصوت من جوه بيسألهم عايزين ايه. كيشيس بيقول ده خطر، بس إبيجيل بتقرب وبتقول احنا مش بنأذي حد، معانا واحدة حامل بس عايزين نرتاح شوية. الراجل اسمه نورتن بيفتح لهم الباب، بس بعد ما بيطلب يسلموا كل أسلحتهم في صندوق بره. بيدخلهم وبيبان عليه انه شخص محترم زيادة عن اللزوم. كيشيس بيستغرب وجود كهرباء، ونورتن بيشرح له انه مهندس وعمل نظام لتوليد الطاقة والمية السخنة، وبيقول ان عمل الحاجات دي ليه ولمراته، بس بيتجاهل سؤال ميجان عنها. بيقدم لها اكل وإبيجيل بتفرح وبتاخد شاور، وكيشيس بيقعد على لابتوب قديم بيتفرج على صور مراته قبل نهاية العالم وهي حامل. ميجان بتقلق، بتقوله البيبي مش بيتحرك، لو جرالي حاجة خليك معايا اوعدني. نورتن بعد كده بيشاركهم في الشرب وبيتكلم عن ان الناس تستحق اللي حصل لها، وان الفيروس ده تطور طبيعي بيقارن العدوى بالتطور البشري، وبيقول الضعيف مات القوي هو اللي فضل. كيشيس بيلاحظ سكينة غريبة، ونورتن بسرعة بياخدها بإيده وهو متوتر. ديفيد وهو حاسس بالتعب بزيادة بيجري على الحمام، بيكتشف ان العدوى بدأت تنتشر في جسمه. بيطلع بيلاقي اصحابه كلهم نايمين، مش نايمين عادي، دول فاقدين الوعي. المشروب كان متخدر، ونورتن واقف قدامهم لابس بالطو ابيض ماسك جهاز غريب. بيبص لديفيد وبيقول له عارف انك متعض ودي فرصتي. بيشغل الجهاز، بيطلع صوت زي صفارة الكلاب. الصوت ده مش اي صوت، بيأثر على المصابين بس. ديفيد بيقع على الارض من الالم. نورتن بيبتسم وبيقول له الجهاز ده بيخلينا نتحكم فيهم زي الريموت كنترول. ديفيد بيفوق بعد شوية، بيلاقي نفسه متكتف في قبو مع باقي المجموعة. نورتن واقف ماسك ورق وبيسجل ملاحظات، وبيقول لهم انا عندي مراتي لسه عايشة جوه القفص. وبيفتح الباب، مراته واحدة من المفترسين بس مش واحدة عادية. نورتن بيتحكم فيها بالجهاز وبيخليها تهاجم المجموعة. كيشيس وإبيجيل بيضربوها برجليهم علشان يبعدوها، فبتركز على ديفيد اللي بيكسر الحبال بالعافية وبيدافع عن نفسه. نورتن بيحاول يستخدم الجهاز تاني، بس ديفيد لسه في نص الطريق للتحول فبيقدر يقاوم وبيفك الباقيين. كيشيس بيلاقي سلاح بيضرب نار على نورتن، بس الراجل بيهرب. الكل بيطلع بسرعة فوق،
بيقفلوا الباب بالقفل ونورتن من تحت بيفضل يخبط بالفاس. ابيجيل بتسرق مفاتيح عربيته وكيشيس بيرجع ياخد حاجتهم. قبل ما بيمشوا كيشيس بيضرب ديفيد بالقلم وبيقول له كنت عايز تموتنا كلنا، لكن ميجان وابيجيل بيهدوه وبيقولوا له يستنى شويه. في الطريق ميجان بتصرخ خلاص هتولد. العربيه بتدخل الغابه والمفترسين وراهم بكل قوتهم. اخيرا بيشوفوا انوار بعيده للمستعمره، بس الطريق مقفول بشجره كبيره، لازم ينزلوا يكملوا جري على رجليهم. بيفتحوا نار على المفترسين علشان يكسبوا وقت، لكن ديفيد بيوقفهم وبيقول انا كده كده هتحول، انتوا امشوا وانا هوقفهم. ميجان بتبصله بكل حزن بيودعها، وكيشيس بيديله رصاصه اللي كان محتفظ بيها. التلاته بيجروا وديفيد بيقف يشرب سيجاره وبيخش في قتال يدوي مع المفترسين. بيهزم منهم شويه، لكن الضخم منهم بيهجم عليه من وراه وبيكسر رقبته. باقي المفترسين بيجروا ورا التلاته. ابيجيل بتفتح نار علشان تغطي على كيشيس اللي شايل ميجان. بتوصل للبوابه بتصرخ وبتقول الحقونا. الحراس بيردوا بسرعه بيضربوا نار على المفترسين وبيصفوهم واحد ورا التاني. الزومبي بيشوفوا الجثث والانوار فبيرجعوا للغابه. المجموعه بتدخل المستعمره وميجان بتدخل على العياده والدكتوره بتبدا تجهز للولاده. تاني يوم كيشيس بيقابل قائد المستعمره، لكن بيقول لابيجيل احنا نمشي من هنا، البشر مش مضمونين. بس ابيجيل تعبت بتقول له انا زهقت من الهروب، احنا خلاص وصلنا. كيشيس بيكلم الدكتوره بتعرفه ان المولود حالته كويسه، بس ميجان حالتها خطيره فاضلها ساعات. بيروح لها بتبتسم له وبتقول له هسميها امل، ودي السلسله بتاعتي خليها معاها، وبتودع الحياه. نورتن بيوصل للغابه بيلاقي جثث المفترسين، بيضحك وبيمسك الجهاز وبيتحكم فيهم تاني. وفي المستعمره كيشيس شايل هوب المولوده مش عارف يعمل ايه. ابيجيل بتبص للمراهقين وبتندمج معاهم في حفلة بسيطة بالليل. وفي الحفلة شوية شباب بيخلوا 2 من الحراس يناموا من الشرب وبيدخلوا نفق غريب. ابيجيل بتلاحقهم وبتلاقي ريموت غريب، واحد اسمه رودري بيوقفها وبيقول لها اوعي تلمسيه، ده متوصل بقنابل مزروعة في المدينة كلها، لو المفترسين دخلوا نضغط عليه ونفجر كل حاجة. في فتحة تحت بتوصل لسد مهجور بنقدر نهرب من خلالها. نورتن بيلمح حارس على مركب بيطلب مساعدته، بس بيقتله وبيخلي مفترس يغطس في المية وبيتسلل جوه المستعمرة. واحد مفترس بيطلع على الحارس التاني وبيقتله، وبكده نورتن بيبعت كل الزومبي علشان يهجموا. الدنيا بتولع، المفترسين بيهجموا من كل اتجاه، الناس بتحاول تقاوم بس كتير منهم بيموت. ابيجيل بتنقذ رودري من واحد من المفترسين وبتبدأ تصرخ وبتنظم المجموعة وبتقول اللي معاهم سلاح يطلعوا فوق يضربوا نار. رودري خد الناس وهربوا على السد، انا هدور على كيشيس. المستعمرة كلها فوضى. الدكتورة بتاخد امل من كيشيس علشان يدور على ابيجيل. الذخيرة بتخلص وقائد المستعمرة بيحاول يهرب، لكن مفترس بيهاجمه وبيموته فورا. ابيجيل بتنقذ بنتين صغيرين من الموت، وكيشيس بيقتل مفترس علشان ينقذ شوية مراهقين. واخيرا هو وابيجيل بيتقابلوا في نص المعركة بيدافعوا مع بعض، نار وسكاكين، حركة وايد في ايد. هما بيهربوا للنفق. كيشيس بيشوف نورتن واقف بيتشد ومفترس ضخم بيهجم عليه. كيشيس بيطعنه بس نورتن بيوصله وبيبدأ يضربه وبيتكلم بغرور انا هبني عالم جديد من غير ضعف، من غير بشر زيك. كيشيس بيقوم بالعافية وبيقول له العالم مش محتاج مجانين زيك. بيضرب الجهاز في الحيطة وبيكسره. الزومبي بيهجموا على نورتن وبيموت على ايديهم. الناجين بيوصلوا للسد. رودري بيجهز الريموت لكن بيستنى وبيقول ابيجيل لسه جوه في المدينة. المفترس الضخم بيهجم على ابيجيل. كيشيس بيضربه بالمجداف والوحش بيقع. ابيجيل بتبص عليه بتلاحظ اسوره وبتعرف ان ده ابوها. بتتجمد في مكانها. كيشيس بيصرخ فيها فوقي لازم نخرج. بيسحبها بسرعة وبيدخلوا النفق. رودري بعد ما بيستنى كتير بيضغط على الزرار. المدينة كلها بتنفجر والمفترسين بيتحرقوا بالكامل. بعد شوية الناجين بيكتشفوا ان في راجل مصاب وسطهم. كيشيس بيحاول يهديه لكن فجأة مفترس بيهجم عليه وبيقتله. كيشيس بيتخانق مع واحد من المفترسين في قتال عنيف، بيقعوا هما الاتنين والمفترس بيقرب وبيعضه، بس ابيجيل بتستنى اللحظة الصح بتضربه بالنار بتقتله من غير ما تأذي كيشيس. الناجين بيبصوا على المدينة المتدمرة وبيسألوا هنعمل ايه دلوقتي؟ ابيجيل بتقول هنبني بيت جديد هنا. كيشيس بيطلع كراسة من شنطته وبيقول انا سرقت ملاحظات نورتن فيها طريقة بناء مولد كهرباء، ودي بتكون النهاية. لكن السؤال هل دي فعلا نهاية القصة ولا مجرد بداية لحرب تانية؟ وبتخلص القصة هنا. سلام.